حلوين. الحصة اللي فاتت أخدنا مع بعض شرح درس ازرع نبتة، وأخدنا عليه الظواهر اللغوية، وأخدنا المعاني والمفرد والجمع والمضاد، وأخدنا الأسئلة بتاعة الدرس. طيب هنحل النهاردة بقى على الدرس. بيقول ايه؟ بيقولك مريم تحب. هي مريم كانت بتحب ايه؟ كانت بتحب الزراعة. طيب زرعت مريم نبتتها فين؟ في ايه؟ في زجاجة بلاستيكية. مش احنا قلنا ان هي حطتها في ازازة؟ طيب أول خطوة نفذتها مريم كانت أول حاجة عملتها في الإزازة إيه؟ بعد ما خلت باباها يقطع الإزازة حطت القطن، صح كده؟ وضع القطن. بحثت مريم على الإنترنت عن إيه؟ كانت بتبحث عن إيه؟ بتدور عن إيه؟ كانت بتدور على أنواع النبات ولا أسعار البذور ولا كيفية الزراعة؟ أنواع النباتات ولا أسعار البذور ولا كيفية الزراعة؟ لا، كانت بتشوف كيفية الزراعة. وقلنا كيفية يعني إيه؟ يعني طريقة. طيب صح ولا غلط؟ زرعت مريم النبتة في حديقة المدرسة. هي زرعتها في الحديقة بتاعة المدرسة؟ لا، غلط. طلبت مريم من والدها شراء ورد أحمر. لا، ده هي طلبت من باباها انه يشتري لها البذور. نجحت مريم في زراعة النبتة من المرة الأولى. لا، للأسف دي حزنت، وباباها قال لها حاولي مرة أخرى. استخدمت مريم أدوات للزراعة متوفرة في منزلها. استخدمت الإزازة بتاعتها، صح كده؟ طيب هنا بيقول لك ايه؟ رتب احداث القصة. هنا بيقول اول حاجة حصلت ايه عندك؟ هنا هي هنا فرحانة، هنا زعلانة، هنا لسه بتحط البذور. فاول حاجة عملتها ان هي حطت البذور. بعد كده زعلت ليه؟ علشان لقيت النبتة ما ظهرتش. تالت حاجة حصلت ان هي فرحت وفضلت تتنطط من الفرحة، وباباها قال لها انا سعيد بك. ليه؟ عشان الوردة ظهرت. طيب هنا بيقول لك وصل كل أسلوب بأثرية على النبتة. نسقي النبات بانتظام. لما نهتم بالنبات ونسقيه كل شوية، بس مش كل شوية مية كتير، لأ، حبة صغيرين كل يوم، ونتابعه ونعرضه للشمس. ما هيبقى شكله كده ولا شكله كده؟ لا، هيبقى شكله كده. نتابع النبتة يوميا ونزيل الأوراق الذابلة منه برفق. لو احنا النبتة بتاعتنا كده ولقينا فيها ورقة هنا كده دبلانة، بنشيلها بالراحة خالص ونرميها. خلاص. طيب علشان يبقى شكلها كده. طيب نضع النبات في مكان مشمس حسب حاجة النبات. لو النبات اللي انت بتزرعه محتاج ان الشمس انه يتعرض للشمس، هيبقى شكله كده ولا شكله كده؟ لا، هيبقى شكله كده. طيب نسقي النبات بكميات كثيرة من الماء. نجيب بقى ازازة مية كاملة ونرميها على النبات؟ لا، هيموت. هيبقى شكله كده. تمام. طيب ضع دائرة حول الأدوات اللازمة للزراعة. ايه اللي احنا هنحتاجه للزراعة؟ كوباية، التربة أو الرملة دي، ال 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 اسمها ايه؟ قصرية الزرع، ها، والبذور. طيب هنا بيقولك أكمل المخطط الآتي كالمثال: إضافة البذور، نمو الجذور، تفتح الورود، سقي النبتة ومتابعتها. ايه الخطوات؟ أول حاجة بنجهز الزجاجة ووضع القطن، نحط الإزازة، نجيب الإزازة ونحط تحت القطن. وبعدين عملت ايه؟ أضافت البذور. أضافت ايه؟ أضافت البذور. وبعدين بعد ما أضافت البذور سقت النبتة وتابعتها. دي تاني حاجة. تمام. طيب مراحل النمو ايه اللي حصل؟ اول حاجة نمو الجذور. اول حاجة الجذور اللي تحت خالص، اللي بتبقى تحت خالص، اللي هي تحت القطن. ماشي. تاني حاجة بتخرج نبتة صغيرة كده من فوق القطن بقى. تالت حاجة تتفتح الورود. خلاص كده يبقى حلينا التدريبات بتاع الدرس ازرع نبتة، وان شاء الله مع مس ريهام هبسطها لك.